الابن ده قال لوالدته: انا عندي ليكي خبر هيفرحك جدا، اخيرا هتبقي جده. قالت له: بتتكلم بجد؟ ده احلى خبر سمعت في حياتي، الف مبروك. ارتاحي يا حماتي، انا عاوزه اتكلم معاكي في حاجه مهمه. في الحقيقه انا مش عاوزه الطفل ده، بس لو انت عاوزاه انا ليا 3 شروط. اولا، انت اللي هتشيلي الطفل ده وتهتمي بيه. قالت لها: ما عنديش مشكله. قالت لها: الشرط التاني، مصاريف ولاده الطفل عليكي كلها. واخر حاجه، انا بنت خالتي لما ولدت اهل جوزها ادوها مكافاه 500 الف يوان، انا ممكن اخد منك 300 بس. هنا الام ردت عليهم وقالت لهم: انا ما عنديش مشكله، بس هسالكوا شويه اسئله. انتوا ليكوا 5 سنين متجوزين، هل جبتوا لي هديه في خلال ال5 سنين في عيد ميلادي؟ لما دخلت المستشفى وتعبت حد فيكوا جه زارني؟ حد فيكوا سأل عليا؟ ليه بتحملوا مسؤوليتكم لغيركم؟ الطفل ده طفلكم انتوا، عاوزين تجيبوه انتوا احرار، مش عاوزين تجيبوه برضو انتوا احرار. ايه رأيكم في تصرف الام؟ منتظر ردك في التعليقات.